السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعال أقول لك السر إن تقييمي 2300 على تشيز دوت كوم حاجة بسيطة جدا، محدش بياخد باله منها. إن أي ماتش ألعبه لازم أنتشر بكل قطعي. هتقول لي يعني أنا لو انتشرت بقطعي هوصل تقييم 2300؟ هقول لك مش بالظبط، بس بيكون عندك أساس قوي تبني عليه الاستراتيجية بتاعتك. مش بس كده، أنت كمان تقدر تعاقب خصمك لو ما انتشرش بقطعه. هنفهم الأول يعني إيه انتشار القطع، وهنشوف ماتش عملي أنا لعبته شخصيا عشان تعرف أهمية الدرس ده، وهقولك في آخر الفيديو إيه المطلوب منك عشان تقدر تعلي تقييمك. تخيل كده إنك داخل حرب مع حد، لازم تحضر القوات بتاعتك وتجهزهم في قلب المعركة، عشانك لو ما عملتش كده هتخسر بسرعة. نفس الكلام ده في الشطرنج، اللي بينتشر بقطع أسرع بيكسب بسرعة، ولو حصل أي تأخير هتخسر. هتسألني سؤال حلو، هتقولي انتشر ازاي؟ بكل بساطة، البدأ الاي 4 والبدأ الدي 4، يبقى انت كده طلعت البدايين اللي قصاد الملك والوزير، اللي هو بكل بساطة سيطرت على الوسط زي ما احنا خدنا الفيديو اللي فات. وبعد كده تبتدي تكمل بقية قطعك، بتطلع بالحصان وبعد كده الفيل وبعد كده تبيت الملك، وتبتدي تنتشر بقطعك واحدة واحدة وتطلع الوزير وتربط الرخين ببعض. تمام، مثلا الرخ ده في الدي والرخ التاني في الايه، يبقى انت كده انتشرت بكل قطعك، كل قطعك دخلت اللعب. بكل بساطة هتبتدي ساعتها تفكر ان انت تهجم ازاي. في كذا حاجة تخلي بالك منهم. اول حاجة، ما تحركش القطعة مرتين في الافتتاح. اتنين، ما تجريش انك تكسب ماتيريال وخصوصا في اول 10 نقلات. تلاتة، ما تديش اي كش للملك بدون هدف. اربعة، ودي اهم حاجة، انك تمنع خصمك انه ينتشر بالقطع بتاعته. دلوقتي احنا فهمنا اهمية الانشار، تعالى نشوف دور عملي تطبيق على الكلام ده. ده ماتش كلاسيك، كنت بلعب بالقطعة البيضاء قدام آدم إيهاب بتقييم 1666. الدور ابتدي بدي 4، هو كان بكل بساطة دي 5 بيشوب اف 4 لندن سيستم، نايت اف 6 اس 3 بيشوب اف 5. هو بينتشر وانا بنتشر والدنيا تمام لحد دلوقتي. نايت في الدي 2 اي 6 سي 4، بضرب السنتر زي ما احنا شفنا الفيديو اللي فات. بيشوب عايز يكسر الفيل بتاعي، بيشوب جي 3 لاعب سي 6. طبعا لو اكل فيل في فيل، دلوقتي باكو بالبيدق وفتح العمود بتاع الرخ، لو هو هيبيت يبقى كده في خطوره جامده جدا على جناح الملك عنده. طلعت بالوزير في البي 3، عايز البيدق بتاع البي 7. بي 6، النايت في الجي اف 3، تبيت بيشوب اي 2. زي ما انت تاخد بالك كده دلوقتي انا نشرت بكل القطع بتاعتي، والنقله جايه هبيت، وبعدين عنده مشكله في الحصان اللي في البي 7. النقلات الجايه بتاعتي كلها لازم تكون بتهديدات، وفي نفس الوقت اكون مراقب طلوع الحصان ده. فانا اكمل بيدق في بيدق، اكتب الحصان دلوقتي مهاجم الفيل بقطعتين، رجع بالفيل، لعبت نايت في الاي 5، نايت في الدي 5. هنا خلي بالك دي مشكله او غلطه عند الاسود، لان كده هو حرك يعتبر قطعه مرتين ولسه ما طلعش برضه بالحصان اللي في البي 8. روك في السي 1، دلوقتي جيت بنقله بتيمبو وضغط على البيدق ومع الحصان. فهنا رجع بالنايت في الاي 7 حامي البيدق. خلي بالك دلوقتي الحصان بدل ما كان بيطلع، دلوقتي لسه في مكان الابتدائي وحامي البيدق اللي في السي 6. تبيت اف 6. دلوقتي زي ما انت شايف كده في مشاكل عند الاسود كتير. دلوقتي اضعاف في مربع الاي 6، اضعاف في مربع السي 6، حصان لسه ما طلعش. بكل بساطه رجعت في نايت في سي 4، اكل فيل في فيل، اكلت بالبيضه بكل بساطه بي 5 عايز الحصان، وهنا رجعت بالحصان. زي ما انت شايف دلوقتي الضعفات عند الاسود بانت، البيض اللي في الاي 6 وفي السي 6 والنايت اللي في البي 8. زي ما قلت لك التارجت بتاعي ان هو الحصان ده مش هيطلع. مشى بالوزير، دلوقتي هو عايز يطلع الحصان هنا، وفي نفس الوقت بيدافع عن البيضة ده عشان لما اجي اطلب الحصان بتاعي بالفيل، البيضة ده كده ايه ما يكونش مربوط. قعدت في الاتش 4 وهنا مشى بملك، بكل بساطة اكلت حصان في فيل، اكل بالحصان، وانا لعبت نايت اي 4. دلوقتي عايز اجي في السي 5 وبعد كده اطلب الوزير في نفس الوقت اطلب بيضة. دلوقتي لعب الوزير عايز يكسر وزراء وفي نفس الوقت بيهاجم الحصان، وانا لعبت نقلة كويسة جدا كوين اس 3. دلوقتي انا عايز الرخ، وكمان بهدد بطلع بيشوب في الاف 3 على اساس كشفة الحصان. فهنا اكمل بكل بساطة روك في السي 8. دلوقتي بيحمي البيضة وعايز يطلع بالحصان بتاعه، بس زي ما قلت لك اللي انا مش هديله اي فرصة ان هو يطلع بالقطعة بتاعته.
بيشوب في الاف 3. دلوقتي عايز اكشف على الوزير. بيشوب الوزير ومنع الطلعة بتاعة الحصان. نايت في السي 5. دلوقتي انا عايز الوزير. كوين في الاي 7، وهنا ببساطة لعبت كوين بي 3 ضغط على البيدق. الفي اي 6 زي ما قلت لك اضعافات موجودة عند الاسود، وفي نفس الوقت برضه مع انها طول الحصان، يعني انت لو طلعت بالحصان بكل بساطة بتخسر البيدق. اي 5 نقلة سيئة جدا، لان دلوقتي الوتر ده كله بقى مفتوح وانا عندي هنا في الابيض. اخدت بيدق في بيدق، اكب الوزير، وهنا لعبت روك اللي في الاف دي 1. زي ما انت شايف دلوقتي الرخين، رخ على العمود مفتوح ورخ على العمود نص مفتوح. الفيل على وتر مهاجم بدأ الفي سي 6. الحصان واقف في مربع قوي. الوزير بيلعب عنده قطع ما بتلعبش، كل قطعة بتلعب بكل بساطة. هو عنده لسه مشكلة في الانتشار، واحنا يعتبر في النقلة 25. كل ده عشان ما طبقش المبادئ الأساسية بتاعة الافتتاح. اي 5 دلوقتي عايز يطلع الحصان بتاعه، وهنا كملت بيشوف جي 4. بكل بساطة همنع فكرة الحصان ان هو يرجع، وفي نفس الوقت رخ مربوطة. اتش 5 عايز الفيل، نقلة سيئة منه. رجعت بالفيل بكل بساطة، روك 8، وهنا لعبت كوين اف 7. دلوقتي عايز اكسب قطعة، لان بكل بساطة افكر في حصان، وبعد كده بعد ما ياكل الوزير باخد وزير في رخ، وهنا لعب نايت اي 6. يعني النقلة اللي طلع فيها الحصان خسر قطعة، لان بكل بساطة خدت في حصان، اكب الوزير، وهنا حصان في حصان. وطبعا ما ينفعش تاكل الحصان لان الرخ بتاعك بيروح. لعب الرخ في الاف 8، عايز الوزير. بكل بساطة حملت الحصان، وفي نفس الوقت ما ينفعش تيجي تطلب الوزير تاني لان الحصان بياكله. كوين في الاي 5. هنا لعبت روك في السي 5، عايز الوزير، ومن ثم عايز البيدق اللي في الاتش 5. اخد وزير في بيدق، خدت بكل بساطة روك في بيدق بكش مش بالملك، وبعد كده لعبت روك في الدي 7. زي ما قلت لك في اول الفيديو، انت بتحضر كل قواتك، يعني انت دلوقتي انت الاحسن في الانتشار، فكل بساطة دلوقتي بتيجي مع الملك. هو هيكون عنده صعوبة جدا في دافع عن التهديدات بتاعتك. كوين بي 1 كش مش انا بالملك. كوين جي 6 عايز الرخ، وفي نفس الوقت حامل كش مات. لعبنا روك اتش 4. دلوقتي رخ على عمود الاي، خدت وزير في بيدق، وبعد كده لعب روك في الاي 5. وبكل بساطة لعبت كوين دي 6. روك في السي 8، وهنا لعبت روك كش، وهنا لعب نقلة سيئة. رجع بروك، وبعد كده خدت رخ في رخ، وهنا سلم. طب سلم ليه؟ لان بكل بساطة لو اخد رخ في رخ بديله كش. طبعا لو جه هنا لو دخل بالملك بياخد كش مات، ولو غطى بالوزير فبكل بساطة باخد رخ في رخ الأول بكش، بيرجع يغطي بالوزير، وبعد كده كش بالرخ بياكل، وبعد كده باخد وزيره وبيخسر الدور. وصلنا لنهاية الدرس. المطلوب منك تتفرج على ماتشات كتير، وتشوف اللعيبة ازاي بتطور القطع بتاعتها. أتمنى الفيديو يكون عجبكم. ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة.